في ظل ما العالم ما شاء الله بيولع، الناس ما وراهاش سيرة غير كاس العالم. لا وامريكا ايه ما شاء الله السنه دي عامله افتتاح لكاس العالم ولا محل للانشراح. دول جايبين لابوبو يا جدع. ما علينا. وبعيدا عن سوء التنظيم وسوء الادب، انتم اساسا لو عرفتوا كوارث الكوره هتعرفوا ان الانسان ما بيلعبش الا في الخساره، وان الانسان ده كائن مؤذي بطبعه. بص يا سيدي، اول ماتش اتلعب في التاريخ اتلعب براس بني ادم. مالك اتخضيت كده ليه؟ اه والله، اصل بريطانيا في القرن ال11 عام 1016 انتصرت على الدنمارك في معركه من المعارك، فقالت بس بقى والله لا احتفل. هما احتفلوا فعلا، قطعوا راس قائد دنماركي ولعبوا بيها كوره. ويا ريت شاطوها مره كده وخلاص، لا ده خدوها وسط الشوارع وقعدوا يلعبوا بيها. والحقيقه هي كانت عاجباهم قوي الحكايه، بس هم جم بعد كده وقالوا الموضوع ده دموي قوي وما يصحش برضو نلعب الكوره براس اعدائنا. طب والله كلام جميل، هتلعبوا بايه بقى؟ لا ابدا، احنا هنبدل رؤوس البني ادمين دي برؤوس حسنه وخنازير. اه، لا خير ان شاء الله. هو بس لو تسمح لي انا عندي استفسار اصغر من خرم الابره. انتوا كنتم بتقدروا تشوطوا راس خنزير وراس حصان لبعض؟ اه عادي، اي لاعب حريف يقدر يشوط الحاجه مهما كانت كبيره، وهو كده زي الفراشه. فراشه؟ اه انتوا لسه شفتم حاجه؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي. المهم ان الحمد لله لقوا الحصانه والخنازير هيخلصوا تقريبا، فقالوا نلم نفسنا ونعمل كرة كده من الجلد والريش، اصل دي ارواح برضو حرام نلعب بيها. طلعت روحكم يا بعضة. وسيبك انت من الحصنة والخنازير، عمرك انت سمعت عن حرب تقوم بسبب كرة؟ يا جماعة عيب والله، شكلنا بقى وحش قدام الكائنات الأخرى، احنا مش عايشين على الكوكب لوحدنا. بيقولك يا سيدي في تصفيات كأس العالم سنة 70 كانت هندوراس بتلعب قدام سلفادور، وتيجي هندوراس في المباراة الأولى وتجيب 1-0. تقوم ايه تيجي بنت من السلفادور تقوم منتحر. طب انت مالك انت؟ لا هو كده بقى، انا جايه في انتحار وبتلكك. ما انت لو كنت صبرتي كنتوا هتجيبوا المباراة الجاية وتجيبوا 3 جوان. بس كلام بيني وبينكم الحمد لله اني هنتحر، اصل مشجعين هندوراس مسكوا مشجعين السلفادور وطحنوه حرفيا. لا طحنوهم ايه، دول شخرموهم. المهم وبعيدا عن الشخرمة، هم جم في المباراة الفاصلة في المكسيك وتفوز السلفادور على هندوراس 3-2. طب نفضها بقى ولا ايه؟ ما تتلموا. لا نلمها ايه، ده احنا بشر والبشر في النكش ما اقولكش. السلفادور تتأهل، يجي الجيش السلفادوري اللي هو المفروض انه فاز ومتأهل لكأس العالم يعمل هجوم جو بري على هندوراس. طب ليه كده يا عم، ما انت كسبان. هو كده، بس هو مش هو كده قوي يعني، لان كمان بيني وبينكم البلدين كان بينهم مصانع الحداد، واستغلوا موضوع الماتشات دي عشان يصفوا حسابات بينهم. الله يبشرك بالخير، ربنا يسترها اليومين دول عشان يدخلوا البلدين حرب 4 ايام يا مؤمن، فيهم 3000 شخص ويتشردوا 10,000. هم ايه مدنيين ما شاء الله. طب ده جيش وبيحارب، انا مال امي. شايفين الكوره حلوه ازاي؟ بصوا يا جدعان، وقبل ما تشتموني، انا ما عنديش مانع ان احنا نحب الكوره، رياضه برضو، بس انا ليه احرق دمي وقت اللي جنبي من الغيظ لما في الاخر الراس الكبيره بتبقى محدده مين الفريق اللي هيكسب؟ ودي مش نظريه مؤامره والله، دي حقيقه وحقيقه قديمه أوي. عارف انت مباراه العار؟ لا يا اخي مش بتاع نور الشريف، ده عار تاني. احلف والله ما تعرفها، من غير ما تحلف تعالى انا هقولك. سنة 82 الجزائر الحبيبة كانت بتلعب قدام الألمان، قوم ايه بسم الله ما شاء الله تكسبهم 2-1. قوم ايه برضو تيجي في المباراة اللي بعدها وتكسب تشيلي. الله أكبر بقى، ده احنا جامدين ومفيش إلا احنا. بس جت الألمان بنت المغرورة وقالت لك ايه ده، عرب مين والناس نايمين، انتوا عايزين عرب يكسبوا وانا موجودة؟ اه عادي حضرتك، دي كورة، خلي عندك روح رياضية. لا روحي انت العبي عند امك، انا هروح عند النمسا واتفق معاها تفوت لي الماتش ده. طب والنمسا هتوافق على الكلام ده؟ اه عادي، المانيا دي حبيبتي. بس ده كده مش بس مفيش روح رياضية، ده مفيش ادب اصلا. وفعلا وافقت النمسا ودخلت مع المانيا الماتش، عشان المانيا الجميلة تجيب الجون ويفضلوا عليه ال90 دقيقة. كانوا بيجروا كده في الملعب ما شاء الله، لدرجة ان انت كنت تحس ان هما بيجروا من الكورة مش وراها، عشان تخرج الجزائر مش بسبب اللعبة الحلوة، ده بسبب اللعبة الدنيئة. وده يبين لك قد ايه ان الكرة دي حاجة مقرفة وزفت الزفت. ما هو لما 200 شخص برازيلي يموتوا بالسكتة القلبية بسبب ان هم خسروا ماتش، و100 تانيين ينتحروا بعد الماتش ويسربوا هدوم نسائية للمدرب عشان يعرف يطلع من غير ما الناس تقتله، لا دي تبقى كارثة بجد. ده غيرك انت بقى يا بائسة اللي بتدعي كل ماتش انه يخلص من غير ما تطلقي. انا شخصيا اعرف واحد فتح دماغ ابنه عشان فريقه هو خسر وفريق ابنه كسب. بتفتح ابنك يا حاج عشان الكرة؟ حسبي الله. وكل كوم والملايين اللي بتدفع على الارض دي كوم تاني. بس افهم، لما انتوا من الاول عارفين مين الفريق اللي هيكسب لازمتها ايه الشوشرة دي كلها؟
يلا هقول ايه، ربنا يعيننا على غبائكم ويعينكم على اخرتكم، واقطع دراعي من هنا. اما كانوا القائمين على كاس العالم السنه دي عارفين مين الدوله اللي هتكسب من قبل ما تكسب.